مساء الخير عليكم. رحل عن عالمنا اليوم الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 43 سنة، وفي الفيديو ده هنتعرف على السبب الحقيقي لوفاة الفنان مصطفى درويش، وهنكشف لكم عن حكاية مطعم مصطفى درويش مع المحتاجين والفقراء. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. توفى اليوم الفنان مصطفى درويش خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 43 سنة، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحسري بأكتوبر. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. الفنان مصطفى درويش من مواليد 11 يناير سنة 1980، شارك في أعمال درامية وسينمائية. جسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقى شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي، مدرب كمال الأجسام اللي بينضم لعصابة بتتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في المسلسل الكوميدي ب100 وش اللي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية. والمسلسل لقى نجاح كبير بين مسلسلات رمضان 2020. أما بقى عن حكاية مطعم درويش للمحتاجين والفقراء، روى بعض الفنانين قصص عن مطعم الفنان مصطفى درويش بعد وفاته، وعن قيامه بأعمال خيرية لغير القادرين من تقديم وجبات ومساعدات مالية من خلال المطعم، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للأيتام وغير القادرين في السر. وقال بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطعم مصطفى درويش كان بيقدم وجبات طعام يوميا لغير القادرين ويوزعها بدون مقابل. ونعى العديد من الفنانين والمواطنين الفنان مصطفى درويش اللي توفى اليوم عقب أزمة قلبية مفاجئة، وده كان بعد خطوبته بأيام. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.